السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال رابعة ابتدائي عاملين إيه؟ هنتكلم النهاردة عن الدرس الرابع بعنوان حرب أكتوبر، معركة الحفاظ على الهوية والكرامة، وده طبعا آخر درس في الوحدة التانية. حرب أكتوبر، هو إحنا عملنا حرب أكتوبر ليه؟ هقولك أصل سنة 1967 إسرائيل أخدت مننا جزء عزيز علينا وهو شبه جزيرة سيناء. مش بس كده، ده كمان عملت ايه؟ كمان عملت على قناة السويس تحصينات كتيرة علشان تحصن نفسها وما تخليش الجيش المصري يدخل يستولى على شبه جزيرة سيناء تاني. التحصينات دي اسمها ايه؟ خط بارليف. اسمها ايه؟ خط بارليف. طيب، خط بارليف ده كان من اقوى الخطوط الدفاعية في الوقت ده اللي عملته إسرائيل، وكمان إسرائيل في الوقت ده عملته وكانت فاكرة إن الجيش المصري مش هيقدر يخترقه. يبقى إسرائيل عملت تحصينات كتيرة زي إيه؟ خط بارليف. خط بارليف من التحصينات الدفاعية اللي أقامتها إسرائيل. أقامتها فين؟ على قناة السويس. طب عملته ليه؟ عملته عشان هي فاكرة إن الخط ده لا يمكن للجيش المصري اختراقه. طيب، بعد كده تخيل ان انت قاعد لا بيك ولا عليك، قاعد في بيتك، في ناس جت استولت على بيتك، خدوك ورموك بره وقال لك اللي عندك اعمله. انا هعمل ايه؟ هقعد اخطط وادبر علشان تيجي ساعة الصفر واقدر ارجع بيتي تاني. هو ده اللي القوات المسلحة عملته. عملت ايه؟ عملت حرب اكتوبر 1973. خلي بالك الحرب دي كمان كانت بتوافق 10 رمضان. قبلها، قبل الحرب، قبل يوم الحرب كان في استعدادات كتير علشان تخلي النصر واجب، ما نتهزمش ابدا. طيب، الاستعدادات او الاجراءات اللي القوات المسلحة عملتها زي ايه؟ التخطيط للحرب، وكمان اعداد الجيش، قادة القوات المسلحة كان ليهم دور كبير، وكمان دور النصر. يلا بينا ناخد اول حاجة وهي التخطيط لحرب اكتوبر 73. حرب اكتوبر 73 كانت امتى؟ السادس من اكتوبر، العاشر من رمضان. عملنا ايه؟ اول حاجة القادة بتاعت القوات المسلحة بتوعنا بدأوا يخططوا للحرب. هيعملوا الحرب ليه؟ لاستعادة شبه جزيرة سيناء. التخطيط للحرب ده كان بشكل دقيق ومنظم علشان نقدر نرجع سيناء تاني لينا. طيب، عملوا ايه؟ اول حاجة عملوا حرب الاستنزاف. كمان ايه؟ اخدوا معلومات من العدو لمعرفة نقاط ضعفه. طب اخدوها منين؟ من اجهزة المخابرات المصرية. كمان دربوا الجيش تدريب مكثف، دربوه وعملوا له نماذج من مواقع العدو علشان يقدروا يتدربوا عليها ويعرفوا يدخلوا منين ويخرجوا منين. وضعوا كمان خطة للعبور. يبقى تاني، القوات المسلحة عملت ايه؟ خططت للحرب بشكل دقيق ومنظم من خلال اجراءات. طيب هي ايه؟ حرب الاستنزاف والحصول على معلومات عن العدو من خلال جهاز المخابرات المصرية وتنظيم الوحدات داخل الجيش، وكمان التدريب المكثف ومحاكاة مواقع العدو ووضع خطة العبور. طيب، حرب الاستنزاف ديت مصر دخلت حرب الاستنزاف. طيب عملتها امتى؟ بعد حرب 1967. طيب ازاي؟ هقولك ان الجنود المصريين بدأوا يدخلوا في معارك شجاعة ضد إسرائيل على طول خط قناة السويس. بدأوا كمان يهاجموا مواقع العدو، وبدأوا كمان يحققوا خسائر كتيرة للعدو. الحرب ديت كانت أول طريق لنصر أكتوبر 1973.
تاني حاجة اتكلمنا عنها وهي الحصول على معلومات عن العدو. طب جبناها منين؟ من أجهزة المخابرات المصرية. جبناها منين؟ من أجهزة المخابرات المصرية. طيب جبناها ليه؟ علشان نعرف نقاط ضعف العدو. يعني لو قال لي في الامتحان بما تفسر، جمعت أو قامت أجهزة المخابرات المصرية بجمع معلومات عن العدو بما تفسر ذلك، وذلك لمعرفة نقاط ضعفه. طيب عملنا ايه كمان؟ نظمنا الوحدات اللي في الجيش. طب بما تفسر، قمنا بتنظيم الوحدات الموجودة بالجيش، وذلك لضمان تأدية مهامها. كمان دربنا الجيش تدريب مكثف. مش بس كده، ده احنا عملنا كمان نماذج شبه النماذج اللي موجودة في مواقع العدو المستهدفة اللي انا هروح واضربها. طب عملناها ليه؟ علشان خاطر نقدر نتعرف على اماكن دخولنا واماكن خروجنا، وندخله ونخرجه في امان. خطة العبور، وديت كانت لعبور قناة السويس. تاني عملنا ايه تاني؟ خططنا للحرب. خططنا ازاي؟ عملنا تخطيط بشكل دقيق ومنظم. التخطيط ده من خلال اجراءات. ايه هي الاجراءات؟ حرب الاستنزاف، وكمان الحصول على معلومات عن العدو، وتنظيم الوحدات، والتدريب المكثف، محاكاة مواقع العدو، ووضع خطة للعبور. أول حاجة عملناها إيه؟ عملناها إن إحنا عملنا حرب الاستنزاف. عملناها بعد حرب 1967. قدر الجنود بتاعتنا يدخلوا في معارك شجاعة على قناة السويس، هاجموا مواقع العدو، وعملنا لهم أو سببنا لهم خسائر فادحة. تاني حاجة خدنا معلومات عن طريق مين؟ أجهزة المخابرات المصرية. أخدناها ليه؟ لمعرفة نقاط ضعف العدو. تالت حاجة نظمنا الوحدات الموجودة داخل الجيش بما تفسر لضمان تأدية مهامها. رابع حاجة التدريب المكثف، وعملنا نماذج بتحاكي مواقع العدو عشان نقدر ندخل ونخرج في أمان. كمان وضعنا خطة لعبور قناة السويس. أنا عاوزة أحارب، فلازم أن يكون عندي جيش قوي معد مجهز. هعمل ايه؟ أول حاجة تخيل كده انت قاعد طول النهار، ماما تقولك قوم ذاكر، انا مش قادر، قوم ذاكر، ماليش نفس. لكن لو جت قالت لك ذاكر علشان تطلع طبيب، ذاكر عشان تطلع مهندس، ذاكر عشان تبقى حاجة كويسة الناس تحترمك، ذاكر علشان لو ذاكرت وجبت مجموع حلو هجيب لك مثلا عجلة اخر السنة، او هجيب لك تليفون لو شفت درجاتك حلوة. هي كده بتعمل ايه؟ بترفع روحك المعنوية. هو ده اللي القيادة العامة للقوات المسلحة عملته. بدأت تجهز الجيش من خلال اللي هي رفعت الروح المعنوية للجنود، وفرت لهم سبل الراحة اللي هم عاوزينها. كمان بدأت تقول لهم لازم نحارب علشان خاطر نسترد أرض سيناء، نسترد أرضنا، محدش ياخد أرضنا، وهكذا. مش بس كده، غرست في الجنود وروح الإصرار، وأكدت إن الحرب دي مش حرب كرامة وشرف، لكن الحرب دي حرب كرامة وشرف، مش مجرد حرب عادية. عملت ايه كمان؟ دربنا الجنود والضباط تدريب قوي ومنظم، وكمان طورنا الأسلحة والمعدات وعملنا لها صيانة باستمرار. يبقى تاني، القيادة العامة للقوات المسلحة جهزت الجيش ازاي؟ من خلال رفع الروح المعنوية للجنود، والتأكيد على ان المعركة معركة كرامة وشرف، ليست مجرد حرب عادية. وكمان دربت الجنود والضباط تدريب منظما، وطورت الأسلحة والمعدات، وعملت لها صيانة باستمرار. طيب الحرب اللي معايا هي حرب 1973، من أعظم الحروب اللي موجودة في تاريخ مصر الحديث. اشمعنى؟ هقولك، عشان المعركة ديت معركة دفاع عن الهوية والكرامة والانتماء، مش مجرد حرب عسكرية أو معركة عسكرية لاسترداد الأرض اللي استولت عليها إسرائيل. كمان المصريين أثبتوا
إن هم أصحاب حضارة عظيمة عظيمة لا يقبلوا بالهزيمة. طيب، تالت حاجة هنتكلم عن دور القادة اللي موجودين في الحرب. النصر اللي كان في حرب أكتوبر ما كانش بالصدفة، أمال كان إيه؟ كان ثمرة قيادة حكيمة وشجاعة. يعني إيه؟ يعني ناس اجتمعوا مع بعض وبدأوا يخططوا للحرب. يبقى تاني، الحرب أو النصر في حرب أكتوبر ما كانش بالصدفة، لكن كان ثمرة قيادة حكيمة وشجاعة. طيب، مين القائد الأعلى اللي بدأ يخطط للحرب؟ القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الدولة. هو مين؟ محمد أنور السادات في الوقت ده. يبقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات مين هو؟ رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي اتخذ قرار الحرب وأعطى إشارة بدء الهجوم. هنتكلم تاني عن قيادات تانية زي مين؟ زي الفريق أول أحمد إسماعيل، كان وزير الحربية في الوقت ده والقائد العام للجيش. وسعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة، واللي هو محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. أما فؤاد ذكري قائد القوات البحرية، واللواء محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية، ومحمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي تاني. الحرب ده أو النصر ده في حرب أكتوبر لم يكن وليد الصدفة بما تفسر ذلك، لأنه كان ثمرة قيادة حكيمة وشجاعة. طيب، زي من القيادة ديت؟ زي محمد أنور السادات، ده رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وكمان اتخذ قرار الحرب. أما الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للجيش، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة. أما اللواء محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء فؤاد ذكري قائد القوات البحرية، واللواء محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية، واللواء محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي. لدرجة ان الرئيس السادات قال لنا او عمل لنا خطاب نصر، وكان بيقول فيه ايه؟ كلمة منه بيقول ان القوات المسلحة المصرية قدرت تقتحم مانع قناة السويس، وقدرت تجتاح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن كانت النتائج المحققة من حربنا كانت هائلة. ممكن يجيب لي سؤال ممكن يجيب لي سؤال هنا يقول لك من قائل هذه العبارة؟ وكمان ممكن يجيب لي صورة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ويقول لي إلى من تنسب هذه الصورة، وهكذا. بعد كده هنتكلم عن آخر مرحلة معانا وهي يوم النصر. إيه اللي حصل؟ 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر 1973 في شبه جزيرة سيناء أعطى الرئيس محمد أنور السادات إشارة بدء الهجوم. أول سلاح ضرب إسرائيل مين في سيناء؟ الطائرات المصرية. أول سلاح انطلق بضربة قوية هو مين؟ الطائرات المصرية. الحرب بدأت بضربة قوية من الطائرات المصرية. طبعا الطائرات ديت انطلقت من المطارات المصرية وراحت فين؟ نحو مواقع العدو في سيناء. طب يا ترى عملت ايه؟ دمرت مراكز القيادة والمطارات اللي كانت بتستخدمها إسرائيل. يبقى لو جاب لي في الامتحان ما النتائج المترتبة على اتجاه الطائرات المصرية من المطارات إلى مواقع العدو في سيناء، مما أدى إلى تدمير مراكز القيادة والمطارات التي كانت تستخدمها إسرائيل. طب بعد كده إيه اللي حصل؟ جنود مصر الأبطال قدروا يعبروا قناة السويس. طب عبروها ليه بما تفسر؟ ليحرروا أرض سيناء. يبقى تاني، في 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر أعطى الرئيس محمد أنور السادات إشارة بدء
الهجوم من شبه جزيرة سيناء. من أول سلاح بدأ الضرب؟ هي الطائرات المصرية. بدأت الحرب بضربة قوية انطلقت منين؟ من المطارات المصرية وراحت نحو ايه؟ راحت نحو مواقع العدو. طب ايه اللي ترتب عليها؟ اللي ترتب عليها انها قدرت تدمر مراكز القيادة والمطارات اللي كان بتستخدمها إسرائيل. بعدها الجنود المصريين الأبطال عبروا قناة السويس. عبروها ليه؟ علشان خاطر يحرروا أرض سيناء. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ الجنود المصريين استخدموا خراطيم مية قوية. اشمعنى؟ علشان يقدروا يدمروا من الحاجز الترابي العالي اللي إسرائيل عملته، اللي كان من الحواجز الدفاعية اللي إسرائيل عملته. وبعدين قدرنا نعبر قناة السويس في قوارب صغيرة، وكانوا هم بيعبروا من قناة السويس في قوارب صغيرة رافعين علم مصر بكل فخر وشجاعة. قدروا كمان يعملوا جسور عائمة. قدروا كمان يعملوا جسور عائمة. طب الجسور العائمة دي لازمتها ايه؟ علشان تسير عليها الدبابات. فضلوا يتقدموا لغاية ما وصلوا للضفة الشرقية للقناة، وقدروا يقضوا على أسطورة إن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. ده احنا دمرنا الحصون الدفاعية بتاعته في 6 ساعات. حققنا نصر عظيم أذهل العالم كله. رجعنا الكرامة والسيادة والشرف لمصر، لدرجة إن الصحف الأجنبية كان لها رأي في حرب أكتوبر. قالت إن عبور قناة السويس جريء وعبقري بإزالة السواتر الرملية الدفاعية العملاقة بخراطيم المية عالية الضغط وإقامة الجسور العائمة وعبور القناة في زوارق مطاطية مكشوفة. تاني، 6 من أكتوبر اللي هو يوم النصر، 6 من أكتوبر 10 من رمضان الساعة 2 الظهر 1973 في شبه جزيرة سيناء بدأت الحرب بضربة قوية من الطائرات المصرية اللي انطلقت من المطارات المصرية. راحت لفين؟ لمواقع العدو الموجودة فين؟ في سيناء. طب النتائج اللي ترتبت على كده؟ قامت بتدمير مراكز القيادة والمطارات اللي إسرائيل كانت بتستخدمها. وبعد كده جنود مصر الأبطال عبروا قناة السويس ليحرروا أرض سيناء. طيب وبعدين استخدام الجنود خراطيم مية قوية. ليه؟ بما تفسر لتدمير الحاجز الترابي العالي اللي أقاموا العدو الإسرائيلي. وعبرنا قناة السويس في قوارب صغيرة، وهم كانوا بيرفعوا على مصر بكل فخر وشجاعة. وبعد كده عملنا ايه؟ بعد كده أقاموا جسور عائمة لتسير عليها الدبابات. فضلوا يتقدموا حتى الضفة الشرقية لقناة السويس. وبعدين نجح الجنود المصريين في التقدم وقدروا يقضوا على الأسطورة المزعومة بأن إسرائيل لا تقهر، وقدروا يحققوا نصر عظيم أذهل العالم، وقدرنا نرجع كرامتنا وسيادتنا. خلصنا درسنا. أشوفكم على خير في درس جديد. سلام.